ازيكم عاملين ايه؟ في سؤال جاني على الخاص، حد بيسألني هو الجيم او الرياضة فرقوا معاكي في ايه؟ عايزة اقولك فرقوا معايا في حاجات كتيرة جدا. مش بس ان انا خسيت، لا، اول حاجة خسيت طبعا، وطبعا لما خسيت وجسمي بقى حلو، بقى عندي ثقة في نفسي، ثقتي في نفسي زادت. تاني حاجة، خسيت بجسم مشدود. يعني ايه؟ بمعنى ان انا لما كنت بخس على ان انا اقلل اكلي بس، ومثلا امشي على مشاية او امشي في الشارع، جسمي كان بيقع. يعني ايه بيقع؟ يعني بخس بس بيقع، بيترهل، بيبان عليا ان انا تعبانه، شعري بيقع، الفيتامينات كمان بتقع من جسمي، وشي بيدبل، بيخس قوي، الجسم بيبقى كده طري، فيه ترهلات. كمان يعني في الجيم اتعلمت ازاي اكل اكل صحي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ازود البروتين في اكلي. يعني كل وجباتي، في كل وجبه من الثلاث وجبات اللي باخدها لازم يبقى فيها نسبه البروتين عاليه، وكمان بس بقلل نشويات. فاتعلمت ازاي اكل صح، واتعلمت ان انا اقنن الكميات، يعني ما اكلش كميات كبيره. ده بالنسبه للموضوع الخسسان. بعد كده اوعي تفتكري ان انت لما تنزلي وتلعبي الجيم وتلعبي باوزان وتلعبي حديد ان احنا هنعمل عضلات زي الرجاله. عضل البنات او عضل الستات مختلف خالص عن الرجاله. بلس ان كمان الرجاله مش بتعمل العضلات بتاعتها طبيعي. ممكن في ناس بتاخد حقن وبتاخد هرمونات فجسمها بيتضخم، لكن احنا كبنات مهما لعبنا جيم او مهما شلنا اوزان، حتى لو شلنا فوق ال 100 كيلو فوق ال 200 كيلو، عمرنا ما هنطلع عضل زي الرجاله. كل اللي هيحصل ان انت هترسمي جسمك. يعني ايه؟ يعني جسمك يبان كانك عامله عمليه نحت، هيترسم، هيبقى جسمك مشدود. ده اللي هيحصل للبنات لما تروح الجيم. بلس انه فرق جدا في صحتي، في نفسي، ان هو نفسي كان بيبانها كتير، لا دلوقتي بقى احسن، بقيت اقدر اتحرك اكتر، وبقيت اقدر نشاطي بقى احسن. يعني بقت حركتي افضل بكتير من زمان. كمان نقطه مهمه، ان الجيم بيطلع اي طاقه سلبيه جواكي. بتروحي الجيم مثلا عندك متضايقه نفسيا او عندك اي مشكله، بتروحي هناك بتحسي ان انت فرغتي كل ده في الحديد، فهو بيحسن جدا من نفسيتك. كمان كابتن الجيم اللي هي مسؤوله عني، يعني ساعدتني كتير جدا. بتساعدني ان انا اظبط نظام اكلي، بتتابعني في الاكل، بتبعت لي وجبات اخدها. هي اللي بتتابعني في الجيم، في اوزاني، هي اللي بتطور مني، بتشد عليا، بتعلمني اشيل اكتر واوزان اكتر. فكابتن الجيم بتاعتي الصراحه ساعدتني كتير جدا، هي ليها الفضل، ليها كل الفضل. كابتن شيماء اللي بتمرن عندها في جيم فاير، هي ساعدتني جدا في الجيم، وبتدي كل مره اوزان اعلى، وبتبقى متابعاني اخدت مثلا شلت المره اللي فاتت قد ايه، المره دي اتقل عليا. هي المسؤوله ان هي بتطور لي التمارين، ما بيبقاش كل تماريني نفس التمارين، يعني كل فتره كده بنغير ستايل التمارين. طبعا الجيم بيفيدنا في حاجة تاني. معروف ان كل ما بنكبر الكتلة العضلية بتاعتنا بتقل، فاحنا لازم نلعب حديد ونلعب جيم عشان خاطر نحافظ على الكتلة العضلية بتاعتنا، وعشان خاطر جسمنا ما يترهلش. بنلاحظ ستات كتير او رجاله بعد ما بتكبر جسمها بيترهل، وبيطلع لها دهون في ايديها، ودهون في جسمها، وفي دهون في بطنها. ده نتيجة ان الكتلة العضلية بتاعت الانسان بتقل كل ما بيكبر في العمر. فانت لما تلعب رياضة او تنزلي تلعبي جيم، فبتحافظي على الكتلة العضلية اللي جواكي، وكمان بتزوديها، فهو هيفرق معاكي في حاجات كتير. فانا بنصح اي حد ان هو يلعب رياضة. يعني مش الساعة ولا الساعتين اللي بتاخدهم في اليوم هي اللي هتأثر على يومك وعلى شغلك. بالعكس، في مقولة بتقول ان احسن استثمار واحسن حاجة تدفع فيها فلوس ان انت تستثمر في صحتك. فاهتم جدا ان انت تلعب رياضة. وبس كده، يا رب اكون فدتكم، وتتشجعوا كلكم وتنزلوا تلعبوا رياضة وتروحوا الجيم، وصدقوني حياتكم كلها هتتغير. وبس كده، باي.